عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده كده الفيديو بتاعنا حلو جدا، وزي ما قلت لكم امبارح وقلت لكم باذن الله هننزل دورة فراخ تسمين مع بعض. طيب مبدئيا كده الناس هيقولوا ده الكتاكيت غاليه جدا، ليه تنزلي وسعر الكتاكيت غالي كده؟ عايزه بس انزل معاكم المواسير دي، لان دي هتبقى اول مرحله للكتكوت هيشرب منه. تمام. تاني حاجه بقى هرجع واقول لكم عشان غلا الكتكوت، وطبعا النهارده نازل شويتين، فانا انتهزت الفرصه وجبت نص الكميه فقط. يعني ما جبتش الكميه اللي انا عايزاها كلها، لا انا جبت نص الكميه فقط، وهقول لكم دلوقتي ايه السبب الاساسي اللي خلاني اجيب نص الكميه فقط. سأنزل الاول كده عشان غلا الكتكوت الغلا الفاحش اللي احنا شايفينه النهارده، مع ان النهارده يعني النهارده اقل من امبارح واقل من اول امبارح، بس برضو هرجع واقول لك لو انت حابب تشتغل ما تشتغلش بالكميه بتاعتك كلها. يعني لو انت مثلا بتنزل 1000 نزل 500، لو انت بتنزل 100 نزل 50، لو انت بتنزل 200، عشان دي مجازفه. سعر الكتكوت عالي جدا عن السعر الطبيعي. هو المفروض دلوقتي ان سعر الكتكوت الابيض ما يزيدش عن من 18 ل 20 جنيه. اكتر من كده نقول غالي جدا. شايفين البطاريه دي انا مطهراها ومظبطاها اهي، بس ما هحطش فيها دلوقتي، مش هجيب فيها دلوقتي. انا دلوقتي هشتغل في البطاريه دي، وهستنى باذن الله الاسبوع اللي جاي هجيب في البطاريه الثانيه. ليه هجيب نص الكميه؟ بس عشان الاسعار مبالغ فيها، الاسعار مبالغ فيها يا جماعه الخير، الاسعار عاليه جدا ومبالغ فيها. فالمفروض ان احنا هننزل نص الطاقه بتاعتنا بس، او نص كمياتنا بس، لحد ما نشوف استقرار سعر الكتكوت واستقرار سعر اللحم. طيب مبدئيا كده ما شاء الله اللهم بارك، انا معايا النهارده 100 كتكوت. تمام. طبعا البطاريه دي بتشيل 75 بس، ماشي. فحتى لو زاد عندي 25 كتكوت فهنزلهم في الارض عادي جدا. لو انا هجيب عشان اللي هيجوا الناحيه دي هيكونوا مش هيكونوا نفس العمر ده. انا بس عايزه اوريكم نشاط الكتكوت بتاعي وصحصحه الكتكوت بتاعي، وقد ايه الكتكوت بتاعي نشيط مع انه جاي من سفر من بعيد. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. الكتكوت بتاعي النهارده نوعه ER. اكيد كلنا عارفين كتكوت الاي ار يا جماعه. كتكوت حلو جدا رغم صغر حجمه، هوريه لكم دلوقتي. بيكون حجمه صغير، تمام، ما بيكونش حجمه كبير، بيشبه شويه للكتكوت الكب، بيكون لونه غامق حبتين كده، تحسوه مدي على اللون الاصفر الغامق او الاحمر. وكمان الكتكوت ده بيكون شبه الكتكوت الكب، تمام، لكن هو بيحول وزن اعلى. يعني اسرع كتكوت يحول معاكي وزن هو الاي ار ده، لكن هو حساس شويتين 3، حساس جدا. يعني عايز حراره مناسبه وعايز جو مناسب، لانه حساس جدا. يعني زي ما قلت لكم هو حساس جدا، فعايز حراره مناسبه وعايز جو مناسب. ما ينفعش ابدا ان انا ما اظبطلوش الحراره او اهمل فيه. مش زي الرز مناعته بتكون قويه لكن تحويله بيكون بطيء. الكب كمان تحويله سريع لكن مناعته مش قويه زي الاي ار بالظبط. فلو دورنا على المناعه فافضل كتكوت في المناعه هو الكتكوت الروس. ده افضل كتكوت في المناعه الكتكوت الروس، لكن تحويله مش بدري، يعني ما بيحولش بدري زي باقي الكتاكيت. انت عندك حريه بقى تجيبي هابرد، تجيبي كب، تجيبي اي ار، تجيبي افيان، تجيبي اربو. عندك حريه شخصيه تجيبي اللي تجيبيه. انا حبيت الكتكوت ده عشان بيحول معايا سريع، وانا محتاجه كتاكيت في اقرب وقت، محتاجه فراخ تسمين في اقرب وقت. اول حاجه كده كنت جهزت العلف بتاعهم في العلافه اهي ما شاء الله. يعني حاطه لهم العلف بتاعهم، وعايزه اقول لكم اني حاطه لهم في حدود ربع كيلو علف لكل 50 فرخ عشان العلف ما يسخنش قدامهم. نقفل بس البطاريه عشان ما نقفلش على كتكوت، وهرجع لكم تاني. طبعا الجو حر جدا، يعني الجو حر جدا. الفراخ بدأ يا دوبك اهي تتحرك. هنكمل كده الباقي.
هنقسمهم كده وهنحطهم في درجة في رف التحضير ده يومين 3 على حسب ما هنشوف قدامنا الفرخه هيبقى شكله ايه ونظامه ايه. طيب هنستقبل على الاكل الاول. بلاش ميه في الحر ده، يعني اول ما يجوا بلاش نحط لهم ميه، يعني خدوا بالكم كويس جدا جدا من المعلومه دي. اول ما يجوا بلاش نحط لهم ميه. الافضل والاحسن ان احنا نستقبل على العلف. يا حبايب قلبي كده انا فضيت الكتاكيت بتاعتي، بدات تفوق وتتحرك وتجري على العلف. طبعا انا لسه فاتحه تهويه، مش هقفل عليهم دلوقتي ومش هحط اللمبه الصفراء غير بالليل. هو لازم نحط لمبه صفراء؟ طبعا لازم نحط لمبه صفراء في البدايه. ليه؟ عشان الجو بالليل بيقلب غير درجه الحراره بتاعت بالنهار خالص. تمام. طيب هتفرشي فرشتك تكون متعقمه ونضيفه وزي الفل، اذا كان فرشه او اذا كان بطاريه. هبدا ان انا دلوقتي هستنى نص ساعه وهبدا انزل ميه بعسل اسود، ميه بسكر، ميه بمحلول جفاف، ميه بمحلول فيتامين أ د 3 ه. الاربع حاجات اللي قلت عليهم يمشوا عادي جدا جدا غير بعض، يعني يمشوا عادي جدا. يعني لو حطيت محلول جفاف ما احطش ميه بسكر، حطيت ميه بسكر ما احطش عسل، حطيت عسل ما احطش فيتامين أ د 3 ه. اي حاجه موجوده عندك من الاربع حاجات اللي انا قلت عليهم استقبلي عادي جدا. ما تسمعيش كلام حد يقول لك لا ما تستقبليش على عسل اسود، لا ما تستقبليش على سكر في الحر. لا عادي جدا، احنا بنحلي معلقه سكر كبيره على لتر الميه. ما بنخليش الحاجه عسل نحل. يعني بالمناسبه ممكن عسل النحل او العسل الابيض يمشي عادي جدا زيه زي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. اللي بتشجع بقى ان انا انزل كل يوم فيديو عن دوره الفراخ زي الدوره اللي فاتت يكتب لي في الكومنتات. هنزل لكم كل يوم فيديو باذن الله عن دوره الفراخ، كل يوم باذن الله هنزل لكم فيديو عنهم وهقول لكم هنمشي ازاي من غير ادويه عشان تاكلي فرخه سوبر. عايزه اقول لك لما بعت الفراخ اللي كانت عندي الدوره اللي فاتت دي، والله كل اللي اخد يقول لي الفراخ دي كانك نقعها في عسل كده، مش معقول اللحم مسكر وطري ودايب بالطريقه دي كده. باذن الله لو لقيت تفاعل منكم كومنتات كتير كده ان شاء الله هنتابع مع بعض الدوره باذن الله واحده بواحده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الجو حر جدا، يعني الجو حر جدا. الفراخ بدأ يا دوبك اهي تتحرك. هنكمل كده الباقي. هنقسمهم كده وهنحطهم في درجة في رف التحضير ده يومين 3 على حسب ما هنشوف قدامنا الفرخه هيبقى شكله ايه ونظامه ايه. طيب هنستقبل على الاكل الاول. بلاش ميه في الحر ده، يعني اول ما يجوا بلاش نحط لهم ميه، يعني خدوا بالكم كويس جدا جدا من المعلومه دي. اول ما يجوا بلاش نحط لهم ميه. الافضل والاحسن ان احنا نستقبل على العلف.